اهلا وسهلا بيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة المشمش. هنعمل قمر الدين بالمشمش جميل جدا. هنا معايا انا كيلو من المشمش، حطيت عليه حوالي كوباية ونص من السكر. يعني في حدود الكيلو مثلا بياخد حوالي 350 من السكر، وممكن اكتر لو انت حابة سكر يكون عالي. يعني الكيلو بياخد حوالي نصه سكر لو انت حابة. انا حطيت حوالي 350 من السكر. انا حطيتهم على النار، يدوبك عطيتهم بس غلوة مع بعض مش كتير لحد ما يبردوا، وبعد كده هضربهم في الخلاط. بعد كده ممكن انت لو مش عايزة المرحلة، لو انت حابة مش عايزة تعملي المرحلة دي، ممكن تخليه ليلة كاملة في التلاجة، تحط عليه السكر وتحطيه في التلاجة، هينزل كل المية اللي فيه، هيعمل نفس اللي انت تعمليه. ممكن تروحي ضرباه في الخلاط من غير ما تديله اول مرحلة، تضربي تسويه على النار كده. لكن لو انت مش حاطاه عايزة تعمليه على طول، ممكن تعمليه تحطي عليه السكر وتحطي المشمش كده وتحطيه على نار هادية حوالي مش كتير. احنا كده احنا لسه ما بدأناش ان احنا نسويه، احنا يا دوبك بس عايزينه يطرى عشان نضربه في الخلاط يبقى معانا، يعني يكون مستوي كأنه مستوي خالص. بس كده هسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وهنا بعد ما خلاص كده معايا قمر الدين، خد معايا حوالي 3 ايام. شايفين عامل ازاي؟ شايفين بس عامل ازاي؟ شايفين طري متجمد وماسك سايف من نفسه كده، حلو قوي. شايفين حسب ما انت عايزه بقى، اتقل من كده اخف. شايفه ايدي فيه متجمد، يعني في حدود 3 ايام بالظبط لقيته كده خلاص. يعني من كيلو عمل لنا لفتين كبار، حلو قوي. بتمنى تجربوه لو عجبكم القمر الدين الحلو ده. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكر كل اللي اشترك في القناة، وبشكر كل اللي ان شاء الله لا يشترك في القناة. فعل زر الجرس، وكل اللي بيحط لايك جميل كده وتعليق جميل، بشكركم كتير.